جنان سبيل في فاس العريقة، من حدائق السلاطين إلى متنفس للسكان. من إعداد وتحرير الأستاذة فتيحة شاطر. تعد مدينة فاس العاصمة العلمية للمغرب، واحدة من أهم المراكز الحضارية في العالم الإسلامي، حيث تختزن بين أزقتها وأسوارها تراثاً ثقافياً وروحياً يمتد لقرون. وفي قلب هذا الإرث المتدفق بالمعاني يبرز جنسبيل كأحد أجمل وأعرق الحدائق التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الطبيعة، مما يجعلها فضاءً استثنائياً تتقاطع فيه الجمالية العمرانية مع العمق التاريخي. فمنذ تأسيسه في القرن الثامن عشر في عهد السلطان مولي عبد الله العلوي، ظل هذا الجنان شاهداً على حياة المدينة ومتنفساً لسكانها وضيوفها. واحة خضراء تتوسط النسيج الحضري لفاس الجديد والقريبة من بوابة فاس العتيقة. لقد أنشئ جنان سبيل ليكون جزءاً من الحدائق الملكية التي أحاطت بالقصر السلطاني، حيث كان الملوك والأمراء والضيوف يجدون فيه مكاناً للراحة والتأمل بعيداً عن صخب الحياة السياسية. ومع مرور الزمن انفتح جنان تدريجياً أمام عموم السكان، فتحول من فضاء سلطاني خاص إلى متنزه عام يمثل جزءاً من ذاكرة المدينة. ورغم فترات من الإهمال التي مر بها، ظل محتفظاً بجزء كبير من هويته، إلى أن شهد أعمال ترميم وتأهيل واسعة أعادت إليه بريقه الطبيعي ورونقه الفني. ويستقبل الزائر اليوم منظراً فريداً من نوعه، إذ تمتد الأشجار المعمرة على الجانبين وتتشابك أغصانها لتكون ممرات مضللة تمنح الزائر إحساساً بالسكينة منذ اللحظة الأولى. وتتميز الحديقة بتنوع نباتاتها التي تعكس ثراء بيئياً يندر في المدن التاريخية، حيث تتعايش أنواع من النخيل والسرو وأشجار الزينة والنباتات العطرية في انسجام يخلق لوحة طبيعية نابضة بالحياة. كما تعتبر البحيرة الصغيرة وسط الحديقة من أكثر عناصر الجنان سحراً، فهي مرآة تعكس صفحة السماء وتشكل نقطة تجمع للطيور والزوار، مما يضيف إلى المكان بعداً شاعرياً لا تخطئه العين. ولا يمكن الحديث عن جنان سبيل دون التوقف عند النافورة الأندلسية التي تزين فضاءه، والتي تمثل نموذجاً دقيقاً للهندسة المائية التي ميزت المغرب عبر القرون. فصوت الماء المنساب من تلك النافورات يشكل موسيقى طبيعية تضفي روحاً من الصفاء على الأجواء، وتجعل الزائر يشعر كما أنه انتقل إلى زمن آخر، زمن كانت فيه الحدائق جزءاً أساسياً من العمارة الإسلامية ومن فلسفة العيش في المدن المغربية القديمة. ورغم كونه فضاءً طبيعياً، إلا أن جنان سبيل ليس مجرد مجموعة من الأشجار والممرات، بل هو فضاء اجتماعي وثقافي يتقاطع فيه سكان المدينة والسياح على حد سواء. ففيه تقضي العائلات أوقاتاً ممتعة بين الظلال والمسطحات الخضراء، ويتخذ الطلاب والزوار مقاعده مكاناً للمذاكرة أو القراءة، بينما يحرص الفنانون والمصورون على التقاط ملامحه المتفردة. ويستفيد الجنان من موقعه الاستراتيجي القريب من باب بوجلود، بوابة فاس التاريخية، ما يجعله محطة طبيعية لمن يزور المدينة العتيقة ويحتاج إلى لحظة استراحة قبل استكمال جولته في الأسواق والمدارس والزوايا المحيطة. ومع حلول المساء يزداد المكان جمالاً، إذ يتسلل الضوء بين الأشجار ليخلق تدرجات ساحرة، وتتحول البحيرة إلى صفحة ذهبية تعكس أنوار الغروب. وتستعيد الحديقة في تلك اللحظات صفاتها القديمة بوصفها ملاذاً من صخب الحياة اليومية، حيث يجد الزائر فرصة لتأمل الزمن ببطء بعيداً عن حركة المدينة السريعة. لقد ظل جنان سبيل على مدى عقود رمزاً حياً للقدرة على التوفيق بين الطبيعة والتاريخ، وبين الحداثة والحفاظ على التراث. فهو ليس مجرد حديقة تزار في وقت الفراغ، بل هو جزء من هوية فاس وروحها، وعنصر من عناصر الجمال التي أكسبت المدينة مكانتها المرموقة. وكل زيارة إليه هي في الحقيقة عودة إلى جذور المدينة واحتفاء بجمالها الذي لا يرى فقط بالعين، بل يحس في كل خطوة داخل هذه الواحة التاريخية.